صباح الخير، نهاركم طيب سعيد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا بخير والحمد لله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. الفيديو تاع اليوم راح يكون 4 وصفات اكيد الحلويات عيد الاضحى، وصفات سهله وسريعه تاع دقيقه الاخرى توجديهم الشكل كما راكم تشوفوا ولا اروع. البنه ما نحكي لكمش، واكيد جد اقتصاديا كما عودتكم دائما. فوالا حبيباتي، تبعوا برك الفيديو للاخير بتهزوا كامل لي زاستيس وتهزوا اكيد الوصفات راحين تحتاجوهم. واللي اول مره تشوف قناتي ولا جايزه من طريق، ما عليك غير حبيبتي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. مشتركاتي حبيباتي ما عليكم غير تدعموني بالجيم تاعكم، تعليقاتكم الحلوين والبارطاج اكيد باه يوصل اكبر عدد ممكن. ونبداو الفيديو تاع اليوم بالصلاه والسلام على رسول الله. نروحوا لاول حلوه كما راكم تشوفوا على شكل هليلات. اللي ما يحبوش الكلاصاج واللي ما يحبوش الشوكولا، يحبوا حاجه معسله، هذه الحلوه راهي ليكم وثاني جد اقتصاديه. نبداو هنا بالعجينه تاعنا. جبت ريسيبيون حطيت فيه كيله تاع زبده تكون ذايبه، كيله تاع زيت، وكيله تاع حليب، رشه تاع ملح، وحوالي ملعقه تاع سكر كلاص، مع ساشي تاع سكر فاني. راح نخلط هذو المكونات كامل مع بعضهم. هنا الكيله كبروا وصغروا كيما حبيتوا، انا استعملت هذه الكيله وتخرج لكم يعني كميه ما شاء الله. هنا بديت نضيف الكميه تاع الفارينه. بعد ما ضفت الكميه الاولى ضفت رشيشه تاع خميره الحلويات باه تعطينا جوست هذيك الخفه بلا ما تبدل لنا الشكل. راح نكمل يعني الكميه تاعي كامل تاع الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه عفوا تكون متماسكه وتكون اكيد طريه، ما تكونش تتلاصق ولكن تكون طريه. هاي ليك هنا بعد ما وصلت للقوام هذا اللي راكم تشوفوا فيه، نحط العجينه تاعي في ساشي ونروحوا للحشو تاعنا. هنا بالنسبه للحشو اختياري، انا استعملت الحشو تاع الغرس ولا التمر مرحي. هنا جبت كميه تاع غرس اكيد نكون نقيتها بشويه ما زهر، ضفت لها شويه قرفه وشويه قرنفل، وهنا ضفت لها كميه تاع جلجلان جوست للذوق برك يا البنات، اللي ما يحبوش يقدر انه يستغنى عليه. بعد ما اكيد ضفت له هذيك الجلجلان. وهنا قبل ما ننسى يا البنات ضفت لهم ثاني، ضفت له عفوا كميه تاع زبده باه يجينا طري. وهنا شكلته هكذا على شكل حريبشات يكونوا صغيورين جوست باه نسهل عليا برك الخدمه. بالنسبه للطابع ولا المول اللي راح نستعملوه اللي هو هذا تاع الهليلات، تقدروا تستعملوه يعني في عده وصفات. تقدروا تستعملوه به الصابلي ولا تشكلوا به الصابلي، تقدروا تستعملوه هكذا الهليلات يكونوا معسلين. الخدمه به بزاف سهله يا البنات كما كنتوا تشوفوا. هنا نروحوا للتشكيل، نجيبوا كميه تاع عجينه. اذا كان عندكم الميزان تقدروا انكم توزنوا يعني الكميه تاع العجينه، وثاني كيف الكميه تاع الحشو تاعنا. كما كنتوا تشوفوا انا درت جوست عيني ميزاني، حليت هذيك لابول تاعنا ولا الكوريه تاع العجينه تاعنا على شكل بيضاوي، نحطوا فيها الحليبش هذاك تاع الغرس تاعنا ونسكروا عليها ونحطوها اكيد في المول تاعنا ولا في القطاعه تاعنا كما كنتوا تشوفوا. جوست هنا برك بالنسبه للمول تاعنا نرشوا فيه كميه تاع فارينه اكيد باه ما يلصقناش. هي يعني بعد استعمال المره الاولى المره الثانيه يعود ما يلصقش، وكما شفتوا يعني التشكيل ولا اسهل. جوست ما نفوتوا هذاك الحريبيش تاعنا في المول تاعنا، واكيد راح نخبطوا شويه المول راح يهبط لنا بكل سهوله. مام العجينه هذه يعني التشكيل تاعها ولا اسهل. وهنايا بعد ما كملت التشكيل تاعي كامل حطيت الحلوه تاعي في بلاطو كما كنتوا تشوفوا، فيه بابي كبيسون ولا تدهنوه عادي بكميه تاع زيت ولا زبده. هنا المرحله هذه تقدروا تستغناو عليها كما تقدروا ديروها. هنا جبت صفار بيضاء ضفت له كما كنتوا تشوفوا سكر فاني جوست باه نقضيو على هذيك الرائحه تاع البيض، وضفت له ثاني حوالي ملعقه تاع حليب. قلت لكم المرحله هذه تقدروا انكم تستغناو عليها، تقدروا الحلوه تاعكم هذه هك بعد، واكيد بعد ما طيب يا تكلاصيوها بالشوكولا يا ديروا لها الكلاصاج. اذا حبيتوها مثلا حلوه من المعسلات تقدروا انكم تعسلوها عادي. انا صراحه يعني استعملتها كمعسلات والله كحلوه معسله. هنا بعد ما دهنتها كما كنتوا تشوفوا بالصفار البيض دخلتها للفور. تقدروا ترشوا لها رشيشه تاع جلجلان نتوما كما حبيتوا. هنا بعد ما طابت كما كنتوا تشوفوا شعلت لها يعني من تحت حتى شتا كامل حمارت، واكيد شعلت لها من فوق باه تاخذ لنا هذاك اللون يعني الشباب. هنايا تقدروا هكذا بعد وتقدروا انكم تكلاصيوها، تقدروا انكم ديروا لها الديكور اللي حبيتوه. انا حبيتها هكذا بشكل بسيط. هنايا بعد ما كملت الوصفه الاولى راح نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي يعني وصفه تاع زمان اللي هي حبه المشماش ولا المشيمشه. هنا في ريسيبيون جبت 250 غرام تاع مارغرين تكون بحراره المطبخ، عندي كاس تاع سكر كلاص، رشيشه تاع ملح، عندي حوالي 2 ملاعق تاع زيت كما كنتوا تشوفوا، وعندي ساشي تاع سكر فاني.
ونجيبوا الباتور تاعنا ونخلطوا المكونات هذو كامل مع بعضهم حتى نشوفوا يعني المزيج اتجانس. وثاني نشوفوا يعني الزبده تاعنا طلعت ولات كيما لاموس. هنا المرحله هذه جد مهمه باه يمد لكم خفه للحلوه تاعكم. اذا كان مش متوفر عندكم الباتور تقدروا تستعملوا يدكم عادي. هنايا بعد ما طلع لي الخليط كما كنتوا تشوفوا جبت هنا زوج صفار بيض. انا هنا استعملت غير الصفار باه يمد لكم يعني هذاك التبساس المليح للحلوه تاعكم. تقدروا تستعملوا بيضه كامله مع صفار نتوما واش ما حبيتوا، اكيد راح تزيد لكم في الكونتيتي تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا حبيت اني نضيف اللون البرتقالي باه يجينا هذاك اللون تاع المشماشه. هنا صراحه ما كانش متوفر عندي فضفت كميه صغيره تاع الملون احمر مع كميه صغيره تاع ملون اصفر باه يعطينا جوست اللون البرتقالي ولكن يكون خفيف يا البنات باه يمد لنا هذاك اللي في برك تاع المشماشه. كما شفتوا هنا بعد ما ضفت الكميه تاعي الاولى تاع الفارينه ضفت ثاني رشيشه تاع خميره الحلويات باه تمد لنا هذيك الخفه للحلوه تاعنا وما يتبدلناش الشكل. مام هنا اللون كيما شفتوني بعد ما ضفت الفارينه جاني اللون يعني تقريبا ما يبانش. كيف ضفت كميه ثاني تاع ملون. هنا اذا كان متوفر عندك النكهه مع الملون راح يكون افضل وافضل. راح تستعملي النكهه تاع المشماش مع اكيد الملون اللي يكون باللون البرتقالي. بعد ما لميت العجينه تاعي كيما كنتوا تشوفوا تكون طريه واكيد ما تكونش تتلاصق. هنايا نجيو للتشكيل تاعنا. انا حطيتها في ساشي خليتها ترتاح حوالي 5 دقائق وبديت نخدم بها. هنا بالنسبه اذا كنتوا في فصل الصيف تقدروا تحطوه في الفريجيدير ولا تحطوا العجينه تاعكم في الفريجيدير حتى تتماسك جوست باه يجيكم التشكيل ساهل. اما اذا كنتوا في الشتاء فعادي تبداو يعني تخدموا بعد ما تكملوا. هنا كما راكم تشوفوا اذا كان عندكم الميزان تقدروا انكم توزنوا لي بول تاعكم نتوما على حساب الحبيبه تاع المشماش اللي حابين ديروها. كاين اللي يحب الحلوه تاعو مثلا تجي شويه كبيره، كاين اللي يحب الحلوه تاعو تجي صغيره، نتوما على حساب لوغو تاعكم. هنا جوست برك هنا الحبيبات راح نلصقوا اكيد حبيبه مع حبيبه. هنايا كما كنتوا تشوفوا راني نحشي في العجينه تاعي بحبيبه تاع كاوكاو. تقدروا تستعملوا حبيبه تاع لوز، تقدروا تستعملوا المكسرات اللي حبيتوها وتقدروا تستغناو عليها نهائيا. هاي ليك هنا بعد ما شكلت الحلوه تاعي كامل حطيتها في البلاطو واكيد ندخلها للفور حتى تحمر من التحت. هاي ليك هنا. وبعد ما بردوا لي الحبيبات تاعي اكيد لصقت حبيبه مع حبيبه بالكونفيتير وفوتهم كامل في الكونفيتير وعاود فوتهم في السكر كريستاليزي ولا سكر الحبيبات. هنا جوست برك المقطع راح ليا البنات. هنا بالنسبه للتزيين زينتهم يا البنات بالوريقات هذو كما كنتوا تشوفوا بعجينه السكر ولونتهم باللون الاخضر وقطعتهم بالقطعه اللي كنتوا تشوفوا فيها. وهي لك هنا هذه النتيجه ولا اروع يا البنات. وكيف بالنسبه للغصن هذاك اللي من فوق ضفت كميه تاع شوكولا جوست حطيتها في هذيك الاداه تاع الشوكولا وحطيت اكيد والله شكلت هذاك الغصن اللي يكون من الفوق. وهنايا نروحوا للوصفه تاعنا ما قبل الاخيره اللي هي مشوك التفاحه. جد اقتصادي ثاني لانه قرب الكاوكاو نعرفوا يعني الكاوكاو البري تاعو يعني راه هبط. نقدروا انه نستغلوه هكذا في الحلويات. هنا عندي 3 كيلو تاع كاوكاو يكون مرحي نحيت له كامل الخشين خليت غير المتوسط والرقيق. ضفت له هنا كيلو تاع سكر كلاص وراح نخلط النواشف كامل مع بعضهم. هنا المشوك التفاحه اقتصادي انه ما فيش مكونات بزاف بعكس يعني حلويات واحد اخرين. ضفت هنا كما كنتوا تشوفوا ساشي تاع سكر فاني تقدروا تستعملوها تقدروا تعوضوها عفوا اكيد بزاف تاع القارص ولا تستعملوا منكه تاع التفاح. وهنا نبداو نبلو في الخليط تاعنا بالبيض. بالنسبه للبيض نبداو بصفار البيض ومن بعد نضيفوا البياض. نتوما واش دات لكم الكيله تاعكم. انا هنا استعملت كما كنتوا تشوفوا كيله تاع كاس. نتوما تقدروا تكبروا وتصغروا كما حبيتوا ولكن بالنسبه للبيض ضيفوا بشويه باه ما يغلبكمش وما تجيكمش العجينه تاعكم يعني سائله. كما تعرفوا الكاوكاو يعني ما يتشربش بزاف كما الفارينه. هاي اللي كنا بعد ما لميت الخليط تاعي يجي هكذا على شكل عجينه. وهنايا ضفت له كميه صغيره تاع ملون اخضر جوست باه يمد لي في هذيك تاع التفاحه يعني لداخل. جوست ما تكثروش برك يا البنات وتقدروا تستعملوا لاروم كما قلت لكم مع الملون راح يمد لكم الجو مع اللون. نروحوا هنايا للتشكيل. هنا نحتاجو ملون يكون اخضر. انا هنا كان عندي بودر ضفت له كميه تاع ما زهر. اذا استعملتوا السائل راح يكون لكم اكيد واجد. وهنايا راح نجيبوا الكاوكاو تاعنا اللي يكون خشين. قلت لكم قبيل استعملنا المتوسط مع الرقيق هذا الخشين كامل اللي هو راح نفوتوا فيه الحبيبات تاعنا تاع التفاح. نجيو هنا نلونوه. اذا كان عندكم الملون السائل حنضيفوه مباشره. اذا كان عندكم متوفر هذا الملون الاخضر البودر جوست ضيفوا له برك يا البنات كميه تاع
تاع ما زهر. وهنا كما راكم تشوفوا ثاني بياض البيض لونته باللون الاخضر. نفوتوا الحبيبه تاعنا تاع التفاحه في اللون الاخضر ولا في البياض البيض اللي باللون الاخضر، ونفوتوها في الكاوكاو اللي لوناه باللون الاخضر. وهنا الطريقه هذه طبقتها كامل على الالوان، انا درت الاصفر ودرت الاخضر ودرت الاحمر باه يجينا هكذا السحين تاعنا بزاف هايل يا البنات، ويجي بزاف اتيرونت خاصه مع لي كولار تاع التفاح. هاي اللي كنا دخلتهم اكيد يطيبوا. بعد ما ثقبت الحبيبات تاعي من الفوق كما راكم تشوفوا، تقدروا تستعملوا يعني البانسو، هذوك لي بانسو لي رقاق من التحت يعني تفوتوهم في الحبيبه تاعكم، كما تقدروا تستعملوا هذوك لي ستيلو اللي راهم يتباعوا. بعد ما طيبتهم مش راح يديو معكم وقت كبير، جوست حوالي 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه. كي نخرجوهم اكيد رايحين نعسلوهم ونديكوريوهم اكيد بهذيك الرويشه كيما شاركتها معكم نفسها تاع الحبه تاع المشماش، ونفس الغصن ثاني بالشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم كما كنتوا تشوفوا بزاف هايل، ويجي اكيد بريزونطابل في السنيوه تاعكم. نروح هنا للوصفه الاخيره اللي هي الوصفه تاع البنيون. صراحه هنا شاركت معكم الوصفه يعني بالتفصيل، راح نخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي حبت يعني تشوف الوصفه بالتفصيل. ولكن ولا اسهل يعني البنيون. عندنا كيله تاع كاوكاو، عندنا كيله تاع بيمو ولا كيله تاع كاطو مرحي، وعندنا ثاني كيله تاع غوفريط لميتهم كامل بالشوكولا اتارتيني، طرحتهم واكيد فوت عليهم كميه ولا رشيت كميه تاع حلوه الترك باه تعطينا هذيك الطبقه البيضاء، وريليتهم يعني بطريقه ولا اسهل. لميتهم كما كنتوا تشوفوا في هذو البلاستيك اللي يجي ما بين الورق تاع الديول، تقدروا تستعملوا البابي فيلم. حطيتهم في الكونجيلاتور. هاي اللي هنا بالنسبه للسمك تاع الحريبيش نتوما تحكموا فيه على حساب الحبيبه تاعكم. بعد ما يتكونجلاو اكيد رايحين نحيوهم ورايحين نقلاصيوهم بالشوكولا. قلت لكم اللي حابه الوصفه باذن الله راح نخلي لكم رابط الوصفه بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا جوست حبيت نشارك معكم يعني الحلويات اللي درتهم في العيد باه تستفادوا اكيد للتذكير. هنا هاي لك بعد ما نحيت هذاك البابي راح نجيب هنا الشوكولا. استعملت انا شوكولا بالحليب، ذوبتها اكيد على حمام مريم وفوتها كامل يعني عشوائي على الحريبيش تاعنا، جوست باه نمدوا هذاك اللي فيه تاع الغصن، على خاطر البنيون تاعنا هذا راح يجينا على شكل غصن يجي بزاف هايل. وثاني سهل التشكيل، راح نشكلوا كميه كبيره في وقت قصير. فوالا كما راكم تشوفوا هنا الشوكولا تاعي جوست ما راني نحطها ولا جوست ما راني فوتها على الحريبيش تاعي راهي تجمد على خاطر الحريبيش تاعي مكونجلي. وهنا نجيبوا فرشيطه كما كنتوا تشوفوا وجيت نفوتوها على الحريبيش تاعنا. للتزيين هنايا انا استعملت كما راكم تشوفوا هذو الفريخات بالعجين السكر تكون بيضاء مع وريدات ثاني يكونوا صغيورين بهذا المول. هاوليك هنا استعملت هذاك الفريخ واستعملت هذيك الوريده الصغيره ولصقتهم بالشوكولا كما راكم تشوفوا. وهذا هو كان الشكل النهائي للحلويات تاعنا، يعني ولا اسهل، تقدروا توجدوهم حتى في الدقيقه الاخيره يعني قبل العيد. هاي لكنا هذه المشمشه تاعنا ولا حبه المشمشات ولا اروع كي الشكل كي البنه. نتمنى انكم تجربوها. كيف ثاني مشوك التفاحه تاعنا هاوليك هنايا ولا اروع. وكيف ثاني بالنسبه للبنيون تاعنا تاع جذع الشجره. فوالا حبيباتي هنا نقول لكم الفيديو تاعنا وصل لنهايته. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، الوصفات نالوا رضاكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما عليكم غير تخليوا لي هذاك الجام تاعكم باه تشجعوني، تخليوا لي تعليق في الشباب كيما نتوما. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد. سلام حبيباتي، سلام.